السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. الفترة دي فيها فترة شراء وحركة في السوق طبيعي، يعني شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 بيعتبر الموسم العقاري السنوي، مهما كان حتى في زيادة أسعار أو عدم انخفاض أو زيادة تضخم أو دولار مش معروف قيمته إيه، لكن هي دي فترة الاحتياج السنوية الأساسية خصوصا للعاملين بالخارج واللي بينزلوا مصريين من مصر بيحاولوا يشتروا في الفترة دي أو في الوقت دوت. طبعا الفترة دي أكتر حاجة بتتعرض عليها فيها أوراق وحاجات وحواديت كل شوية بشوفها وبسمعها. حبيت أكلمكم عن موضوعين خطيرين جدا من المواضيع اللي اتعرضت عليا. في منهم ناس اشتروا اوريدي بالفعل وكانوا بيسالوني عشان خاطر جه وقت التسليم فهيعملوا ايه، او ما استلموش وحصلت مشكله فهيعملوا ايه. يعني من ضمن قصه بسيطه كده ظهرت لي او اتحكت لي، حد من متابعيني عايزني اروح، حد عرض عليه في شركه ان هو يعمل له نقل، لان العماره اللي بيشتري فيها العماره ديت ما اتبنتش واتاخر في مبانيها، وبالتالي قال له طب خد في حته ثانيه انا طلعت لها الرخصه واطلع اشتري منها، فتعالى معايا راجع العقد عشان اشوف الموقع ده كويس ولا لا. فبيبعت لي الاوراق، فوجئت لقيت ان الشخص اللي بيبيع له هو عامل عقد مشاركه، لا يمتلك الارض، هو عقد مشاركه وكان واخد ارض في الحي الرابع، وبعد كده بعد ما خدها الارض اتاخرت في التسليم، وطبعا هو عامل عقد مشاركه مع صاحبها الاصيل طبيعي لما بيبقى كاتب شرط كده في العقد، لو انت ما بنيتش وسنتين في الوقت المناسب او المتفق عليه بيتفسخ عقد الشراكه. فهو بيعمل ايه بقى؟ بيروح واخد العقد ده ويروح يبيع بيه، فالناس بتروح تشتري بالعقد ده. طب هو باع ما لا يملك، لازم يبقى معاه توكيل. انا ليه بقول كده؟ في ناس محترمه جدا على فكره في الموضوع دوت وبيبنوا وبيسلموا، لكن على سمعتها وعلى اصولها وممكن يسلموا فعلا، لكن الصح هل هو ده الصح؟ لا. لما اشتري لازم اشتري من حد، واللي يوقع معايا حد معاه توكيل بالارض، او على الاقل لو هو مشارك يبقى بنص الارض، ويبقى في عقد بيحدد فيه تفصيله وملكيه كل واحد ايه بالظبط، يعني زي ما بيقولوا كده عقد فرز وتجنيد. وبالتالي كانت مشكله كبيره دلوقتي، هو مش عارف يعمل ايه، وطبعا هيخش في قضيه وحاجه كبيره. فخدوا بالكم وانتوا بتشتروا من الاول، اعرفوا انتوا بتشتروا ازاي. ودي كانت نقطه مهمه حابب انبه عليها، لان عقد المشاركه للاسف الشديد باع ما لا يملك، لانها ملكيه متوقفه على البناء، فاذا لم يبني خلاص. طيب الملكيه بتكتمل بالتوكيل، والاكتر بعد كده بالتنازل، بس على الاقل التوكيل بيضمن لك حقك. فخدوا بالكم جدا وانتوا بتشتروا، ما تشتروش من حد معاه عقد مشاركه فقط، نهائي قدر المستطاع. في كتير محترمين وكويسين، بس احنا بنحاول قدر المستطاع اللي احنا نشتري صح. طيب النقطة الثانية والنقطة المهمة التوكيل. برضو في حد كلمني وبعت لي يا استاذ محمد انا معايا توكيل بيع للنفس بس اقدر ابيع؟ لا، مش هتقدر تبيع الا في حالة واحدة بس، تطلع على الجهاز ويكون التوكيل البيع دوت مكتوب فيه بيع وتنازل للنفس وللغير، ومكتوب لك في حصة في الارض، وما يكونش العمارة عليها اي نوع من انواع المخالفات، وهيقول لك هات لي الاختار التخصيص الاصلي من الشركة اللي انت شاري منها. فده غلب. عشان كده احنا دايما بقصر المسافه وبقول اعملوا توكيل بيع وتنازل للنفس والغير، بيع وتنازل للنفس والغير. طب الشركه بتقول لي طريقه التصرفات، هي الحقيقه مش كده. الحقيقه الشركه عايزاك ترجع لها عشان تلغي العقد، عشان تاخد منك ال7%، وتفضل بقى هلم جر. كل ما الشقه اتباعت المره دي ب5 مليون تاخد 7% منهم، المره دي ب10 مليون تاخد 7% منهم. تخيل 10 مليون الشقه هتوصل هياخدوا منك 700,000 جنيه عشان يغيروا لك ورقه. فالموضوع مش كده. 5% هياخدوا منك 350,000 جنيه عشان يغيروا لك ورقه. طب ليه؟ يعني انا عايز افهم ليه. الموضوع بمنتهى الاختصار وبمنتهى الاحترام ومنتهى الجمال، لازم تشتري صح. انت من الاول بتدور صح، من الاول بتتعب صح، من الاول بتختار صح. بعد كده البيع مش بيبقى فيه مشكله، البيع بيبقى منقوص. يعني انا في مشكله دلوقتي كمان، هراجع عقد او اخلص عقد يوم الخميس الجاي في شقه في اللوتس، وحد من متابعيني واخدني معاه عشان خاطر اراجع العقد، فبعت لي التوكيل وبعت لي الحاجه، بصيت على التوكيل بس كان بعت لي الجزء او النص الاولاني. راح سال في الجهاز قال له مش هينفع تعمل تنازل. ليه يا عم؟ لان الراجل اللي عامل توكيل كاتب ايه؟ في التصرف الكامل الناقل للملكيه على العماره رقم كذا باللوتس 11. اوكي، العماره مش كاتب الارض. طبعا هو جاب لي اول 4-5 سطور من التوكيل، ففعلا قلت له الموظف عنده حق، لان هو في الاخر بيتنازل عن ارض، عن حصه ارض. طب استاذنك ابعت لي بقيه التوكيل، لان انا عارف كويس قوي ان الراجل وهو بيشتري للاسف كان بيشتري عماره كامله، ما كانش بيشتري ارض. فعشان كده لما عمل التوكيل قال لهم اكتبوا لي عماره، لكن بقيه التوكيل ده بيبقى حوالي 20 او 30 سطر. بقيه التوكيل مكتوب فيه الارض وما عليها من مباني، ومكتوبه اكتر من بره. عشان كده لما بعت لي التوكيل كامل لقيت كده الارض مكتوبه، ولقيت الكلام مظبوط، ولقيت الدنيا مظبوطه، يصح الموضوع. لكن لو ما كانش مكتوب الارض كان هيبقى صعب، لان الجهاز بيتعامل بحصه ارض. يعني انت في توكيلات اللي انت بتشتري بيها الشقق يفضل يتم اطلاع عليها من حد متخصص، وهيقول لك الشراء مظبوط او لا. اذا يا جماعه قدر المستطاع ركزوا في الامر دوت. الموضوع مش بسيط، ممكن تبقى حاجه نيتها سليمه
او اللي بيشتري وفاكر انه بيشتري صح، او اللي بيشتري له مش فاهم تريكات فنيه معينه، فيفاجئ ان هو اشترى وفي نيته انه اشترى مظبوط، لكن في الاخر دخل في مشكله. نفس القصه، هل تمس الاعذار للناس اللي بتبيع؟ لكن انا مطلوب مني ان انا ادور على حد متخصص، مطلوب مني ان انا هدور على حد فاهم، مطلوب مني ان انا اتعب شويه واشتري صح. مفيش مشكله ابدا ان انا اتعب شويه عشان اشتري صح، لان مش بشتري حاجه كل يوم بشتريها، ده انا بشتري حاجه بشتريها العمر، ممكن اشتريها مره او مرتين في العمر، بدفع فيها تحويشه عمري، بدفع فيها مقدم واقساط على مدى سنين طويله، شراكه طويله ما بيني وما بين حد لسه ما استلمتش منه. فابدا من الاول صح، ما يتمش اغرائي ب 1000 او 2000 او 3000 جنيه متر اقل وبعد كده ارجع اقول يا ليتني، لان انا هدفعهم وهدفع مضاعفاتهم ان ما كنتش هيضيع مني الحاجه دي خالص. على كل الاحوال يا رب تكونوا دايما بخير وصحه وسعاده. بحكي لكم شويه مشاكل بواجهها بشكل دوري وبحاول انصحكم وافيدكم بيها. طبعا لو حد محتاج مني اي نصيحه تخص الامور ديت يبعت لي مباشره. يعلم الله انا مش ببخل على حد المعلومه قدر المستطاع، ممكن انضغط اوقات، ممكن اتاخر في الرد اوقات، لكن ربنا اعلم انا بحاول ارد على كل متابعيني ازاي. دمتم بخير، كان معاكم محمد المهدي. لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.